حضرتك الاول اتهمتني ان انا مزور في الاوراق اللي انا قدمتها بما فيها البطاقه والباسبور و ردود غير متوقعه من زوجة خالد يوسف على نشر فيديوهات غير اخلاقيه لزوجها. انا كنت عارفه ان ده هيصير. معقوله؟ انا كنت عارفه ان ده هيصير، وانا عارفه ان هي كانت شيء سياسي، وانا عارفه ان هو شيء مفبرك، وانا عندي القصه كامله قبل ما تصير. انتشر مقاطع مسربه للمخرج خالد يوسف، والمقاطع دي كمان كان فيها بنتين من الوجوه الجديده اللي في الوسط الفني. ردود غير متوقعة من زوجة خالد يوسف على نشر فيديوهات غير أخلاقية لزوجها. تاني خبر، مفاجآت جديدة في قضية الإعلامية بوسي شلبي مع أولاد الفنان الراحل محمود عبد العزيز. فخلينا نشوف إيه اللي حصل. اللي حصل إن من كام سنة كان انتشر مقاطع مسربة للمخرج خالد يوسف، والمقاطع دي كمان كان فيها بنتين من الوجوه الجديدة اللي في الوسط الفني، والحقيقة إنها كانت مقاطع غير أخلاقية. ووقتها أول حاجة الناس سألوا عنها قالوا يا ترى إيه موقف زوجة خالد يوسف من الفيديوهات دي؟ ده غير إن في ناس كتير توقعوا إن هم هيسمعوا خبر انفصاله عن زوجته الفترة اللي بعدها. لكن المفاجأة اللي حصلت بقى هو إن زوجته التزمت الصمت، بل بالعكس كمان هي كانت بتدعمه في أزمته. فالنهارده بقى والأول مرة تخرج عن صمتها في لقاء وتتسأل عن موقفها من الفيديوهات دي، واللي قالت إن الفيديوهات دي فيديوهات مفبركة، وإن دي مؤامرة حصلت ضد خالد، وإنها كانت على علم بالمؤامرة دي من قبل انتشارها، وإنها كانت في الوقت ده موجودة في فرنسا، وهي اللي طلبت من خالد إنه يسافر لها فرنسا لأنها كانت عارفة اللي هيحصل، عشان كده ما اتفاجئتش. لما حصلت الأزمة اللي حصلت مع الفنان خالد يوسف من أكتر من 5 سنوات، الحقيقة ساعتها أول حد فكرت فيه هو أنتي كشخصية. انا كنت عارفه ان ده هيصير. معقولة؟ انا كنت عارفه ان ده هيصير، وانا عارفه ان هي كانت شيء سياسي، وانا عارفه ان هو شيء مفبرك، وانا عندي القصه كامله قبل ما تصير. علشان كده ما كنتيش متفاجئة. ومجدي الجلاد عارف القصه وجاني على فرنسا، وانا عارفه القصه كامله. قبل ما تحصل بكام يوم انا عندي كل المعلومات، ولم اتفاجئ على الاطلاق خالص. بالعكس، اصلا اللي قلت له خالد تعال عشان في شيء هيصير انا كنت عارف، ومجدي الجلاد كان عارف، وناس من اصحابنا كتير عارفين ترى. وإن لو الفيديوهات دي كانت حقيقية فازاي خالد يوسف ما تعاقبش وما اتخذش ضده أي حكم قضائي، وازاي عرف يرجع بلده مرة تانية؟ طيب تعتبري ده كانت مؤامرة ضد الفنان خالد يوسف في الوقت ده؟ هي لو ما كانتش مؤامرة هو رجع بلده ليه؟ بأمر من الرئيس. هو لو ما كانتش مؤامرة هو ليه ما أخذ حكم رغم كل القضايا اللي رفعت ضده؟ هو لو ما كانتش مؤامرة كان كيف صار إنه فخامة الرئيس السيسي قال له أرجع يا خالد؟ لو هو رجل مش محترم في هذا الوطن كيف الرئيس بنفسه هو اللي أصر على عودته؟ عشان إيه؟ وإنها ما حسيتش بأي حاجة غير بالتفاهة، وده لأن في أحقاد من ناس كتير تجاهها بسبب إنها من عائلة عريقة ومستواها المادي عالي جدا، وإن كل الحاجات دي أثيرت ضدها الحقد والغل. طيب احكي لي في الوقت ده. ما حسيتش بحاجة خالص على فكرة، أنا عندي معارض في باريس ماني فاضية للتفاهة. حسيتي إن ده موضوع تافه؟ والله العظيم حسيت إن هو موضوع تافه وحقير وعامل كده زي الحاجات اللي بتقرئها في التاريخ القديم. إذا الاختيارات أنت كل ده أنت بتاخديها ليه؟ عشان تفهمي الدنيا كيف تعيشيها، ولازم تكوني فاهمة حاجة، وانس انك غنية وانس انك سعودية ومسلم وناجحة وابوكي كذا وامك كذا، وامي كمان جدها الامير عبد الرحمن كتخدة تركي امير، واوقافهم هنا في مصر. كل ده مش عايزة يسبب كيف الحقد. امال ايه اللي يسبب الحقد؟ ايش اللي ممكن يكون اكتر عند احد تاني الى جانب ده؟ انه انا يعني انت شايفة انه قدرك اللي وضعك في اسرة غنية، اسرة ليها استثنائية مش غنية بس طبعا في المملكة العربية طبعا السعودية طبعا تعود لاصل الرسول عليه الصلاة والسلام ده كانوا بيثير ضدك الحقد والغيرة هنا في مصر. ايوه طبعا طبعا. نروح بقى لتاني خبر، وهو آخر تطورات أزمة بوسي شلبي مع أولاد الفنان الراحل محمود عبد العزيز، واللي النهارده ظهر الكاتب والصحفي أيمن نور الدين، واللي صرح بأن قضية التزوير اللي كانت مرفوعة ضد بوسي شلبي خلاص اتقفلت وانتهت، وده لأن كل أوراق محمود عبد العزيز سواء البطاقة أو الباسبورات كلها بتثبت وجود بوسي شلبي كزوجة، وإن محمود بنفسه هو اللي ثابت الزيجة دي في أوراقه الشخصية. القضية وصلت إني تم حفظ قضية
التزوير، بمعنى ان باسبور محمود عبد العزيز بطاقه الرقم القومي اللي هو استخرجها او راح بنفسه يستخرجها، المعلومات اللي فيها غير مزوره. القضيه الثانيه بقى شغاله، اثبات حقوق بوسي شلبي، الاعلاميه بوسي شلبي كزوجه لمحمود عبد العزيز، لها كل الحقوق. حضرتك الاول اتهمتني ان انا مزور في الاوراق اللي انا قدمتها بما فيها البطاقه والباسبور و لكن القضية اللي لسه مستمرة إلى الآن هي إثبات حقوق بوسي شلبي، وإن القضية دي مترتبة على حكم القضية الأولى واللي تم الإثبات فيها إنها كانت زوجة لمحمود عبد العزيز طوال ال20 سنة اللي فاتوا. أنا المحكمة أثبتت إن الأوراق سليمة، يعني كل المعلومات اللي هنا سليمة. على الأساس القضية دي سيتم بناء دعوة تانية، وإن الغرض من القضية دي مش إثبات حقوقها المادية، لكن إثبات حقوقها المعنوية كزوجة لمحمود. هو كان المحامي تبع كريم ومحمد محمود عبد العزيز، هو طلع ببيان مستفز لما قال إن بوسي مديرة أعماله، فعشان كده يعني أنا وناس كتيرة في الوسط الفني من أول يسرى، إلهام شاهين، صابرين، سوسن بدر، فيفي عبده، كله كان بيشهد، ورانيا فريد شوقي، لا كتير ناس كتيرة جدا. وحتى سبب الموضوع ان هي بتطلع ورق اكتشفت فيه حاجات خطأ، بس الموضوع اوراق مش موضوع فلوس. بوسي ان من زمان هي قايله لنا انها عايشه مع محمود وهو هيكتب كل حاجه لمحمد وكريم. يعني هو كان كاتب كل حاجه لمحمد وكريم. وكان عامل توكيل عام لاولاده فعلا. في قطعه ارض بقى هي دي سبب الازمه؟ لا ولا في دماغها. سبب الخلاف حاجات ورق في القيد العائلي، واصلا احنا لما رحنا العزا كانت بوسي اللي واقفه بتاخد العزا، بدليل إنها ما طلبتش بأي حقوق مادية من بعد الوفاة، حتى بيت الزوجية ما طلبتش بالإقامة فيه. أيوة، بس هو كان الكلام كله بيتقال حتى من بوسي شلبي نفسها، طبعا كل التحية ليها، يعني زميلة عزيزة، أصدقائها وصديقاتها، يعني حتى منهم مثلا الناقدة الفنية مها مدبولي، كانوا بيتكلموا بفكرة هي مش عايزة حاجة، وهي عارفة من الأول إنها مش هتورث حاجة، مش هتاخد حاجة. الكلام هيك بتقول ده معنى كده إنها هتبتدي. لا، هي مش عايزة حاجة. أمال إيه بقى؟ أنا بقول لك كل حقوقها، حقوق الانتساب. يعني مش المادية، مش حقوق المادية. هي أرملة في بطاقته، كونها في فرق شاسع بين انك انت تاخد حقك وبعد كده تتنازل عنه، او ان انت مالكش حق اصلا. هي ليها حقوق، الحقوق دي حقوق ربنا سبحانه وتعالى. دي زوجته 20 سنه كانت موجوده معاه في المستشفى، هي سابت بيت محمود بمجرد وفاته، لم تنازعهم حتى على البقاء اسبوع واحد في بيتها اللي هي عاشت فيه مع محمود، وكانت بتحضر بيت شخصي ليها علشان تنتقل. كان من الاول حريص على اظهار ان هي مش عايزه اي حاجه. بس انا عايزه اقول حاجه، وإن محمود بالفعل طلق بوسي سنة 98، لكن ردها لعصمته مرة تانية وتواصل مع المأذون عشان يبلغه بإرجاعه لزوجته، وما كانش على علم بإن لازم هو اللي يروح يثبت الرجعة دي. لما الأستاذ محمود عبد العزيز قام بتطليق بوسي شلبي بعد شهر ونص من الزواج من خلال القسيمة الرسمية دي، لم توثق في وقتها، اللي أنا فهمته إن ده ما توثقتش. هو ما كانش فيه ديجيتال، قد يكون تكاسل إنه يذهب تاني لإثبات الطلاق، فاعتمد على الاتصال بالمأذون الذي توفاه الله وأبلغه أنه قام برد زوجته. بالتالي القسيمة دي كأنها لم تكن. الله ينور عليك. بس ما أثبتهاش بقى، ما أثبتهاش اعتمادا على إيه؟ على إن الراجل فهمه إنه سيب لي الموضوع ده، مفيش ديجيتال، مفيش سيستم، ما كانش فيه.